بسم الاب والابن والروح القدس الى واحد امين. اهلا بحضراتكم في قناه البابا كرولوس وتماف ايرين. سيده اعمال مسلمه دعت موظف مسيحي عندها في الشركه للاسلام والجواز به. يا ترى رد فعله كان ايه؟ المسيح قال تركتكم حملان في وسط ذئاب، وربنا برضه قال كونوا حكماء كالحيات وبسطاء كالحمام. فيا ترى مين عامل بالوصايا دي وبالايات دي اللي ذكرت في الانجيل المقدس؟ بطل القصة هو يوسف، من أسرة فقيرة جدا جدا لكنها تقية وتعرف ربنا، ربته في مخافة الرب. قرروا أهله برغم صعوبات الحياة إنه لازم يتعلم عشان يكون ليه شأن وما يطلعش يتعب في الحياة زيهم ويبقى أرزق يوم فيه ويوم ما فيش. طلع يوسف وفتح عينيه على الكنيسة أما تجري في دمه وصايا ربنا، ودايما مداوم على الصلاة والاعتراف والتناول وكل الأسرار وخدمته من الألف للياء، برغم إنه يا عيني عشان يساعد نفسه ويساعد أهله أما يشتغل أثناء الدراسة وفي الأجازة كمان. وعلى العكس إنه ممكن حد يقول لي ده أحبط ومتضايق وزعلان من كتر التعب اللي هو شايفه في حياته. لا، هو إنسان كان صلب جدا، كان قوي، كان دايما متحمس وعارف ان ربنا هينور له طريقه وهيخلي مستقبله باهر، لانه بيجتهد وبيعمل كل حاجه فوق طاقته وزياده. وبعكس كل الشباب وكل السائد اليومين دول، الا انه كان عفوف النفس للنهايه، لدرجه انه مثلوه في الخدمه بيوسف البار العفيف، وكانوا دايما يقولوا له كده. كان من عادته نمكي ودقيق جدا في شغله، كان يجي على نفسه في الشغل وفي الخدمه وفي كل حاجه يشتغلها كان يتقنها جدا ويعملها بمنتهى الأمان. يوسف كان يستاهل لقب العفيف لأنه كان فعلا عفوف جدا، لا ليه في نزوات ولا في قضايا الشباب اليومين دول. أكرم ربنا على طول بالشغل في شركة كبيرة انترناشونال بمرتب خيالي ما يحلمش بيه أي شاب متخرج اليومين دول. وعشان أمانته وشغله ودقته ومهارته، وكمان كان يجي على نفسه لدرجة إنه ممكن يسهر على الشغل يشتغلوا في ساعات غير ساعات العمل وبدون أجر. ده اللي خلى صاحبة الشركة يتلفت نظرها ليه وتبقى مبهورة بيه جدا ومبسوطة بيه على الآخر. ما عداش وقت إلا وحطته تحت تجارب كتيرة قوي، وطبعا نجح فيها بجدارة لدرجة إنه زي ما يقولوا سلمت له دقنه. يعني شاب لسه متخرج ولسه متعين، اختبرته كتير وخلته مسؤول عن أموالها وعن كل المشاريع زي ما يكون وكيلها بالضبط، هو الرجل التاني في الشركة. وبسبب منصبه بقى يقعد معاها كتير، وبقى الشغل اللي ما بينهم والقعدات أطول وأطول. يوسف كان كل اللي في دماغه شغله وبس، وكفاءته في انه يترقى ويعلي بس بما يرضي الله بالحلال، مش بالنصب ولا بالالتواء ولا بالطرق الغير مشروعة. الست دي كانت مسلمة الديانة، وست كانت مطلقة عندها 45 سنة وما عندهاش أولاد. طبعا دي قصة تخص أصحاب ما تخصش المسلمين ككل، لكن بنحكي بالتدقيق ايه اللي حصل مع الشاب دي بأمان. الست دي برغم انها ماهرة جدا وشاطرة في شغلي، الا ان في حياتها الخاصة كانت عايشاها بالطول والعرض بمنتهى التسيب، ولا عملاش حساب ربنا في حياتها ابدا. كانت منمنعش الحال من السهر برا والشرب وخلافه، وحتى العلاقات الغير مشروعة. كان ممكن ترتبط لفترات بعقود عرفية، او ممكن تعمل علاقة غير شرعية بدون زواج اصلا. وفي ايامني اللي نظرت فيها الامانة والاخلاص في العمل بدون اي مقابل، كان برضو يوسف ليه مميزات تانية. كان وسيم وكان هادي وكان طول بعرض جدته وملامح مرسومة، الا انه برضو كان قليل الكلام كتير العمل. كان وشه سمح لدرجة انه لو قعدت معاه من غير ما يتكلم تحس براحة نفسي. ده اللي خلى السيدة دي تنجذب إليه من كل صفاته الحلوة دي وتحبه وتتعلق بيه وتحبه حب جنون لدرجة انها تعرض عليه الإسلام والزواج. قال يعني هي عاملة بكلام ربنا كويس، طب ما هي بتعمل علاقات برا الزواج، ما كانش قاعدة على الإسلام يعني، لكن هي كانت حاطة ببالها انها تتزوج ورسمي على يد مأذون. وده من جوه توفرت ما هي حبته واتعلقت بيه، كانت عايزة علاقتها بيه تبقى في النور وتستمر طول العمر. يوسف ابن المسيح كان رده قاطع وحاسم، قال لي انا مسيحي وانت السيدة مسلمة، ولا فيش بيني ما بينك الا الشغل والشغل وبس. طبعا بدأت تزودوا في المرتب، مكافآت، علاوات، سفر تبع الشغل، وكل ده ولا جاب نتيجة مع يوسف. حاولت تتقرب منه، حاولت تغريه، اتشقلبت قدامه وهو ولا هو هنا.
وكل رد الفعل اللي عمله واللي كان حاسبه بباله ان ودى السي في بتاعه في كذا شركة وقال بمجرد ما اي شركة تقبلني همشي من هنا على طول. كله ده يا عيني ويوسف ولا حاسس ابدا بالمكيدة اللي بتتدبر له ولا الحفرة اللي بتتحفر له. بس على رأي المثل يا حافر الحفرة وسع مراجيها تكحتها لاخوك توجع انت فيه. اما يوسف فكان متعلق في ربنا ورامي حمله عليها لانه قال من تعلق بي انجيه واصدق من قلبه الآية دي. لكنه اتفاجأ ان الموضوع اتقلب 180 درجة والحب والسهوكة والكلام الفاضي اللي كانت تعمله عليها قلب بانتقام رهيب. حست ان الموضوع جعل كرامتها وممكن الموظف الكحيان ده يجرسني في كل حتة ويقول المديرة وصاحبة الشركة بتلعب عليا وعايزة تتجوزني، هو جدتي طبعا هيجرح كرامتها وده اللي عمرها ما هتسمح بيه. فبسرعة استدعت المحامي بتاع الشركة وقعدت معاه وحكت له وقالت له عايزة تهمة تلبس الواد ده لبس ما يقدرش يطلع منه لو جاب الجن الازرق عشان يترفع عنه. طبعا كان شغل كتير هو اللي ماسكه، فدبروا له ورتبوا له شوية اوراق ما يخروش المية يروح بيهم ورا الشمس. راحت وعملت فيه كذا محضر، تهمة سرقة، تبديد اموال، رشوة، صفقات مش كويسة من تحت لتحت باسم الشركة وبلاوي ملهاش حصر. اتقبض على يوسف بسرعة البرق وجابوه من قفاه وبدأوا يحققوا معاه في الورق اللي اتقدم والتهم المنسوبة إليه. التحقيقات المبدئية ما كانش تطمن خالص، كلها تنم على انه هيدخل السجن مش هيطلع منه. وفجأة يوسف شاف قدامه شريط حياته والغلب اللي شافه من اول ما طلع على وش الدنيا ووعي وفهم ايه اللي ما يحصل معاه وقال خلاص مستقبلي ضاع وهوري اهل المرار اكتر من اللي شافوه من الفقر والغلب والمعاناة عشان يعلمونا. واللحظات وهنقول لساعات بدأ يفقد سلامه وبدأ يحس بالظلم الشديد اللي وقع عليه وبدأ يتضايق ويزعل ويعصر في الله. ولأن ربنا عمره ما يسيب ولاده ولا خراف الظل أبدا، ربنا رتب له بمشيئته زيارة من كاهن أما يزور المساجين، والكاهن ده كان بركة خالص خالص. استأذن من الضابط الاحتياطي وقعد معاه واداله انجيل صغير العهد الجديد وقال له خد يا حبيبي اقرا فيه، واتعزى وحكاله ان يوسف ازاي اخواته ارادوا بيه شر وربنا رتب خير وبيه خلى سبب ان نجى العالم كله على يد يوسف، واصبح الرجل الثاني في مصر واصبح مشهور واصبح انسان بار وقديس لحد الوقت. اما نتعزوا بسيرته وباللي حصل معاه ونشوفوا رجاء في كل ازمه وفي كل مشكله ما تعدي علينا بسبب اللي حصل معاه من معجزات وبركات. اتعزى فعلا يوسف وقلبه برد قدته وبدأ يمسك الانجيل ويقرأ في المزامير ويصليها، ومن بعدها بدأ في اصحاحات تانية وبدأ يفرح ويحس بسلام جواه وكأنه قلبه اتكبط فيه مية باردة. برغم الضغط والحزن والظلم اللي كان فيه إلا إنه تعزي وربنا فعلا اتدخل بمعجزة إلهية في التحقيقات اللي معه. استدعاه الضابط اللي ما يحقق معاه وقعد معاه يتكلم بشكل مختلف وغريب خالص كأنه إنسان تاني مش هو اللي حقق معاه الأول. قعد يسأله بعض الأسئلة الدقيقة اللي هي خارج الصندوق اللي المفروض أصلا ما يستقصاش ويسأل إلا اللي عايز يعرف الحقيقة بجد، واللي كأنه الموضوع يهمه وكأنه اللي بيحقق معاه دي واحد قريبه من دمه وعايز ينقذه بأي حال من الأحوال. الأسئلة دي كأنها ثغرات بدأت تطلع الحقيقة وتبين إن يوسف ما عملش أي حاجة من الحاجات دي. وبالتحريات الدقيقة جدا عرفوا إن يوسف إنسان أمين وإنسان بار ومحترم ولا عملش أي حاجة من المنسوبة إليه من صاحبة الشركة ده، وإن كل اتهاماتها ليه افتراء وكذب ملهوش أي أساس من الصحة. ولما راجعوا كل الأوراق وضاهوا الإمضاءات عرفوا فعلا إن يوسف بريء. تم الإفراج عن يوسف بضمان محل إقامته برغم إن التهمة كانت لبساه 24 جرام. بالإضافة توجيه التهمة لصاحبة الشركة سيدة الأعمال بالبلاغ الكاذب وحبس هي وعمل لها قضية والقضية اتحكم فيه. أما يوسف فربنا أكرمه بشركة أحسن وبمرتب أعلى، وربنا دبر له إن يعمل فلوس ويجيبه قروض ويبتدي شركة لحاله، وربنا يكرمه والشركة دي توسع
ويفضل حاطط في باله التجربة اللي عدت عليه ويشكر ربنا ان كل حاجة عند ربنا لها ترتيب عظيم. الخير البني ادم هو مش شايفه، لان بعيونه البشرية وبنظرته الضيقة ما شايفش الا الضيقة، ومش شايف من وراها الفرج الا لما يجي فعلا ويشوف معونة ربنا. يوسف كون أسرة ونقل أهله النقلة تاني، وربنا كرمه وأصبحت حياته كله أسرته وشركته والمسيح والخدمة اللي عمره ما قصر فيه برغم انشغاله. أصبح يجيب ناس من الناس اللي محتاجة فعلا شغل واللي كفاءات، مش بمجرد إنه مسيحي ولا مسلم. شغل كتير وعمر بيوت كتيرة وجوز بنات فقراء ما لاقينش اللي يسترهم، وصرف على الغلابة وإخوة الرب، وعمل خير كتير ملهوش حدود، وساعد في بناء الكنائس. إنسان فعلا بحق ابن الرب. فدي رسالة لكل إنسان بيمر بتجربة أو تعرض للظلم. اوعى تخاف ولا تزعل، ربنا ما وعدناش ان دنيتنا هتبقى قمر وربيع. ربنا وعدني ان هيبقى فيه تجارب مرة هتعدي علينا في الارض، لكنه هيفضل معانا طول الطريق. وتأكد ان من بعد التجربة المرة اللي انت بتمر بيها داي، ربنا هينجيك وهيفرحك وهيوصلك لتعويضات وافراح السماء اللي بتعوضك عن كل السنين اللي اكلها الجراد. فعشان كده اوعى تيأس، اوعى تحزن، اوعى تمل ولا تكل من انك تكتب طلبات الصلاة على المنتدى وتحت الفيديو عشان الكل يصلي معك. وما تنساش اللايك والشير، الكل فيديو بتسمعك، وخد بركة كل الناس اللي هتتعزى وتسمع الفيديو بسببك. واشترك لو بتسمعني لأول مرة على قناة البابا كرولوس وطماف إيريني، وفعل الجرس على الكل ليصلك المزيد من الفيديوهات الروحية والاجتماعية وفيديوهات الأخبار. ومن جوا قلبي، من جوا أعمق قلبي، يا رب يفرح قلوبكم، يعمر بيوتكم، يحافظ على أولادكم، يوسع أرزاقكم، يديم يا رب محبتنا، أمين. يبعد عنا وعنكم الشرير والأشرار يا رب، أمين. ودايما يا رب بيوتكم عمرانة بحسكم وحس عيالكم، أمين يا رب. يستجيب لكل طلباتكم بمعجزات تفرح قلوبكم، أمين.